أنا لا أخفي على طول مبدئيا، لا أخفي ميلي الشخصي لحمدين صباحي، مش لأنه الحقيقة ناصري زيي، وإنما لأنه حمدين صباحي بعتبره واحد مننا، ولقيت دي أهم شيء في الشعار الحملة بتاعته، واحد مننا. تاريخه النضالي واضح وطويل، راجل ضحى وقاوم طول الوقت وأثبت ذلك. حمدين صباحي اتولد يوم 5 يوليو سنة 54 في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهناك قضى طفولته والسنوات الأولى من عمره بين الفلاحين والصيادين والطبيعة اللي اتميزت بيها بلطيم. سنة 75 بعد التحاقه بكلية الإعلام أسس مع رفاقه اتحاد أندية الفكر الناصري، وتم انتخابه رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام ورئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ونائب لرئيس اتحاد طلاب مصر. سنة 76 ساهم حمدين بدوره القيادي في حشد جهود الحركة الطلابية لإجبار السلطة على إصدار اللائحة الطلابية الديمقراطية لعام 76. سنة 77 كانت المواجهة الشهيرة مع الرئيس السابق أنور السادات، وده كان خلال لقائه باتحاد طلاب مصر بعد انتفاضة يناير 77، واللي أعلن خلالها حمدين نقده ومعارضته بوضوح وموضوعية لسياسات السادات ونظامه. الحكومة حتى الآن لا زالت بتطرح مشروع خطة 50 ومش عارفين هتنفذه ولا مش هتنفذه، أي أنه منذ طرح شعار الانفتاح الاقتصادي مش ملوش أثر. الأثر الذي لمسناه واللي بعبر عنه هو أن سياسة الانفتاح الاقتصادي أتاحت لرؤوس الأموال الخاصة أن تنمو، ولكثير من الطفيليين أن يكتسبوا أموال أكثر. لكن احنا بنقول أن الوقت اللي يكون فيه الشعب محتاج كل مليم لا يصح بالمرة أن احنا نتجه إلى إسراء مجموعة محددة في هذا الشعب على حسابه. يعني حرام قوي 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 يعني أن إنسان يبقى عايش بيحترم تاريخه جدا وفجأة يسقط كل تاريخه أمامه، كل تاريخه يسقط، حتى التاريخ اللي سيادتك اشتركت في صنعه هم بيسقطوه وبتصوروا ان هذا صحيح، وهذا بالفعل ضرب لمصر ولتاريخها ونتيجه طبيعيه. الناس لابد ان تتمظق لانها ما تبقاش فاهمه كويس ما الذي ينبغي ان يفعل. ده شغل السلطه، ده مش شغل السلطه، لكن شغل السلطه في نظرك. لا، هذا يتم في الوقت اللي سيادتك بتكذبه. نقط الخلاف يا ابني، نقط الخلاف يعني انت قلت في الحريه عرفنا، في الاقتصاد عرفنا، عايزين بقى في بقيه النقط الخلاف. الدعم المستمر للمقاومه الفلسطينيه على وجه التحديد، ولتضامن عربي وخطوات من اجل وحده عربيه حقيقيه تحاول انها ترفع شعار محدد احنا نرى انه لا ينبغي التفريط فيه. سنة 81 تم اعتقال حمدين صباحي اللي كان أصغر المعتقلين سنا، وده كان في إطار حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة لرموز الحركة الوطنية المصرية. سنة 85 حصل على درجة الماجستير في الصحافة من كلية الإعلام. وبعد مناقشة الطالب مناقشة علنية تقترح اللجنة منحه درجة الماجستير في الإعلام من قسم الصحافة بتقدير جيد جدا. وبدأ مع عدد من رفاقه في تأسيس مركز إعلام الوطن العربي صاعد. سنة 92 ساهم حمدين في تأسيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري. سنة 93 كان حمدين بيرأس وفد من الحركة الوطنية المصرية لزيارة قيادات المقاومة الفلسطينية المبعدين إلى مرج الزهور في لبنان، وفي نفس العام تم اعتقاله ومحاولة اغتياله على خلفية خطابه في جامعة القاهرة ضد حصار الشعب العراقي وتواطؤ الأنظمة العربية. سنة 94 شارك في مبادرة كسر الحصار المفروض على الشعب العراقي. سنة 95 خاض لأول مرة انتخابات مجلس الشعب عن دائرة البرولوس والحامول، واللي حصل فيها تزوير فج وعنف أمني ضد أنصاره، مما أدى لسقوط شهيدتين وإصابة 37 سيدة من أهالي الدائرة. سنة 97 تم اعتقاله بسبب قيادته لنضال الفلاحين ضد قانون العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 92 لعام 96. أنا هنتخب حمدين صباحي. هتنتخب حمدين صباحي. انا شايفه من وجهه نظري هو الاقرب لقياده هذه البلاد في هذه المرحله، وده حديث يطول شرحه، والاقرب لايديولوجياتك كمان، والاقرب لحاجات كتير. يعني محتاجين حد عنده ثوابت الجماعه الوطنيه المصريه بشكل حقيقي زي حمدين صباحي، ومحتاجين حد منتمي للطين المصري وطالع من القاع كده زي حمدين صباحي. ده جزء.
سنة 98 بدأ في تجربة تأسيس حزب الكرامة اللي تقدم للجنة الأحزاب مرة عام 99 ومرة عام 2004، وتم رفضه في المرتين. وقرر الحزب العمل وفقا للشرعية الشعبية وعدم التقدم مرة أخرى للجنة الأحزاب. الكرامة حزب قائم، أخذنا حكما أو لم نأخذ. الكرامة حزب موجود بحكم الأمر الواقع، مشروعيته مستمدة من الشارع. سنة 99 انتخب حمدين عضوا بمجلس نقابة الصحفيين ورئيسا للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وانتخب أيضا عضوا بالأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي. عام 2000 انتخب عضوا بمجلس الشعب بعد معركة انتخابية شعبية مبهرة. عام 2002 شارك في تأسيس المؤتمر الدولي لمناهضة العولمة والاحتلال الصهيوني، وهو المؤتمر الذي ضم شخصيات وطنية وعربية ودولية من كل أرجاء العالم، واستمر انعقاده وفعالياته لعدة سنوات في القاهرة. عام 2003 تم اعتقاله والتحقيق معه رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، وذلك على خلفية قيادته لمظاهرات الغضب ضد الغزو الأمريكي للعراق. عام 2004 شارك في تأسيس حركة كفاية التي ناضلت ضد التمديد لحسني مبارك والتوريث لجمال مبارك، وناضل مع الجماهير في الشارع لأنه كان يؤمن أن التغيير لن يأتي إلا عبر الشارع وبإرادة الشعب المصري. عام 2005 رفض تعديل المادة 76 من الدستور داخل مجلس الشعب، وشارك في دعم تيار استقلال القضاء من خلال الوقفات التضامنية معهم، وانتخب مجددا عضوا بمجلس الشعب بعد معركة انتخابية جديدة سقط فيها شهيد وأصيب 87 آخرين. كما صدر العدد الأول من جريدة الكرامة في سبتمبر 2005 بحكم قضاء تاريخي لتأسيس الجريدة، وتولى حمدين رئاسة تحريرها حتى منتصف عام 2010. عام 2006 شارك في مظاهرات دعم المقاومة اللبنانية ضد العدوان الصهيوني. عام 2008 بادر مع وفد من حزب الكرامة لكسر الحصار على غزة وعبور الحدود، وقاموا بلقاء قيادات الحكومة الفلسطينية. في عام 2009 تخلى عن موقعه كوكيل مؤسسي حزب الكرامة تطبيقا لمبدأ تداول السلطة، وقرر مؤتمر حزب الكرامة طرح حمدين كمرشح شعبي للرئاسة. في عام 2010 تم تأسيس حملة دعم حمدين صباحي مرشحا شعبيا للرئاسة، والتي جمعت آلاف التوقيعات لدعم حمدين وغيره من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة والضغط من أجل تعديل الدستور. ثم شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير، وخاض انتخابات مجلس الشعب بناء على قرار أهالي دائرته والتي تم تزويرها بشكل فج، فساهم في تأسيس البرلمان الشعبي. في عام 2011 شارك حمدين في مظاهرات يوم 25 يناير مع أهالي دائرته في بلطيم، ثم شارك في جمعة الغضب في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وشارك أيضا في المظاهرات المليونية والاعتصام بميدان التحرير أثناء ثورة الشعب المصري، والتزم بأهدافها، ورفض المشاركة في المفاوضات التي جرت مع نائب الرئيس السابق عمر سليمان. مبروك كسر شعب مصر وفرض إرادته، أراد الحياة واستجاب القدر. مصر انتصرت، مصر رفعت راسها بولادها بشعبها. الشعب هو القائد والمعلم والخالد أبدا. قال لنا إن النصر ممكن، وهو الممكن الوحيد، وانتصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الشعب يريد بناء النظام، الشعب يريد بناء النظام، الشعب يريد بناء النظام. ثم جدد عزمه بعد نجاح الثورة الترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية.